بصراحة أنا كنت رايح أنام، بس سند طيشان طير لي أم النوم كلها. حرفيا يا اخوان هذا الانسان متطاوش مع الاردن كلها، يعني هذا جامع الاردنيين كلهم مسوي مشكله معاهم وعايش برا، متطاوش مع ابو سيف الحليوه ومتطاوش مع العشيره كلها. راح احكي لكم القصه باختصار، قصته مع ابو سيف وقصته مع العشيره وشو الاسباب، لاني انا زلمه بشوفه من زمان ترى وعارف القصه. بس قبل ما نبلش ليك بس على زر اللايك، اشترك في القناه، فعل زر الجرس. هسه فينا نقول الجيش الحوراني العظيم اعطينا الانترو. حي بها كل شي حمودي، كل شي موجود، والعمام وكوال واحلى عرسان 500 عيون ابو غريب. بالمختصر يا اخوان بالمفيد، هذا الزلمه ينتمي لعالم الريمبو. هذا الزلمه يعني انه قال زلمه، هذا الانسان البني ادم ينتمي لعالم الريمبو، وهو انسان كثير دلوع وكثير كيوت وما شاء الله حواليه والله يحفظه، وانا كثير مبسوط عليه، ما عندي مشكله بهذا الموضوع تماما. لكن هو عنده مشكله مع المجتمع، يعني انا كيف كان عندي مشكله مع المجتمع سابقا بكسر شغله هسه والله ما حد بقول لي ليش. طب ليه؟ لاني انا ممكن احيانا كنت اصبغ شعري وما زلت مثلا بلبس سلاسل غريبه، بجيب ستايلات غربيه وبلبسها، فهذا شيء في الاردن مرفوض طبعا، ما حدش بتقبل. هو الانسان عايش برا ومتابعينه اردنيين كلهم، المجتمع كان بتنمر عليه او بالاحرى مش عاجبه، فهذا الانسان تفاقمت المشكله معه من انه ضد المجتمع الى ضد الفكر الكروي كله، يعني كل الناس غلط وهو صح، كل الناس ما بتفهم هو صح، كل الناس عندهم مشكله وهو صح. بس انا ما وصلت معي مرحله يعني اني اكون ضد المجتمع كله بصراحه، يعني انا فتره من الفترات وعدت كنت ضد فكر معين كم شغله ما. فالمهم يا اخوان بيحكون انه هو ابن عشيره ومحترم ومن مدينه معروفه في الاردن، فهو الانسان قد ما كان اوفر كيوت كان يلبس حلق ويطلع ويتغنوج ويتدلع ودلعني، فهون العشيره ما هان عليها وبلشوا يطاردوا وراه، عيب يا سند، بصيرش يا سند، خلاص يا زلمتي استحي عمري. هو الانسان بيعها، بقول لهم البلد فيها فساد، فيها خراب، فيها ظلم، وانتم لاحقيني على شغله بسويها. هون الموضوع كبر وصار الموضوع في تهديدات بالقتل، يعني الجماعه بدهم يخلصوا منه للزلمه. فالمهم عمكم سند رد الحرب وبلش بالحرب البارده، واول ما بلش بالحرب البارده بلش يحكي على العشيره شروي غروي، بلش بالاقرباء لانه المقربون اولى بالمعروف. خلينا نسمع كم شغله من اللي حكاهم. قرايبك كلهم ناس حشمين وفخمين، لا تنتقص منهم، لا غلط والله غلط. اكيد قصدك قرايبي زي عمي اللي فاتح كان بيت دعاره وانسجن، ولا عمي الثاني مختلس اموال ومسجون حاليا، ولا عمي الثالث عليه قضيه قتل؟ ذكرني اي حدا فيهم اللي ما شاء الله اخلاقهم عاليه. قاعد بتسولف مع الناس بفوقيه، مين انت؟ لا اصل ولا فصل ولا يعني عشيرتك قاعد تسب عليها. مثل ما شفتوا يا جماعه الخير، يعني الزلمه نكت الشرش كامل تبع العيله الكريمه الله يحفظهم مع كل الحب والاحترام طبعا، وهو مش سائل على حدا فعليا، وبقول لك اني انا عايش مره مش راح ارجع على الاردن وخليهم يفاوضوا ورا. ترى الموضوع كله بالبدايه بنظر سند هو مشان الحلق، لانه هو بس لابس حلق، يعني المواضيع الاخرى ما لها علاقه، يعني لانه هو ناعم، لانه هو اوفر كيوت، لانه هو يعني كثير ريمبو، لا هذا الموضوع ما له علاقه، الموضوع كله يتعلق في الحلق يا اخوان. ثاني شغله يا اخوان، سووا مشكله مع قصي ابسيف. اقول لكم ليه، عمكم سند حرك عنده الحس الانثوي وحب يدافع عن بنت، بحسب ما قال انه بنت مدري شو مسوي لها قصي، لانه يعني بتعرفوا راح دوحش ورا قصي، لقى قصي منزل حي على الصلاه، مدري صلاه الفجر ما اعرف ايش، فهون سند راح نزل له محادثه سكرين شوت لانه عمكم قصي بده يشتغل. يعني انت برايكم انه الجمهور ليش مصدوم؟ انا والله ماني عارف ليش الجمهور مصدوم. انت بتصدق انه في واحد مشهور تخرج من العبدلي بوليفار بيكون تقي بيعرف الله؟ اذا ما هم قبل ما ينشروا وصلوا لهي المرحله اللي انا فعليا مستغرب كيف انشهروا فيها. كانت بسطه الخمره تنفرد بالعبدلي يا زلمه، حتى بالعلامه اول ما تفوت من العبدلي من عند الدرج على الشجرات على اليمين لتحت شوي، وكان يومتها كان كاتب على الحيط ذكرى مصطفى ما اعرف مدري مين، هذيك الايام بتذكرها. يعني مش عارف المجتمع عليه ايش مصدوم. بالمختصر بالمفيد، ما في حدا كامل، يعني ما في حدا احسن من حدا، كل انسان عنده عيوب، وبالنهايه احنا ما بصير نتدخل بحياه قصي الشخصيه ولا بالمقابل بحياه سند، بس كون الموضوع ترند والكل عم يحكي فيه والكل عم يدور عليه، فحبيت اشرح لكم القصه بالمختصر بالمفيد. بس الفكره انه يا اخوان بتعرفوا انتم سند شو بيشتغل؟ شو بتشتغل سند؟ تفضل احكي لنا. اكتساح حرفيا يا اخوان سند برقص على التيك توك وبيجي دعم. تخيل انه انا سند نزل له اسد وانا ما نزل لي اسد، مع اني انا من مؤسسين التيك توك من اول ما اخترعوا التيك توك، وقبل ما ينزلوا الورد من ايام ما كانت سالي مرتبطه بالكوري كانوا يصوروا في العبدلي بوليفار. يعني انا معاصر كل هاي الاحداث. تخيل يعني زلمه تحفه فنيه، لازم يجيبوني يحطوني في المتحف الوطني في الاردن لاني معاصر كل الاحداث هاي، مراحل المشاهير، مراحل ارتباط المشاهير، كيف تكونت المشاهير. المهم سند حاليا وصل اوروبا، وهون المشكله الاكبر انه يا اخوان اذا كان في شويه حدا ايام كان في الوطن العربي، لا هلا بطل في شيء اسمه حياه بصراحه. هلا حياه طلع لجوء معاه على اوروبا، وانا صراحه بعد ما شفت سند وصل على اوروبا بطلت اروح على اوروبا، بطلت ارجع على سوريا، بطلت اضل في تركيا، وبطلت اروح ما بعرف وين اروح بحالي بصراحه. الوضع كثير بغزي. بس انه يا اخوان ليش سند فضح قصي ابو سيف؟ الموضوع يستاهل انه نحكي فيه، راح اسمعكم. تفضل استاذ سند اشرح لنا ليش انت سويت بقصي هيك. كثير بتضحك تعليقاتكم اللي هي سند انت فضحته يا ابي، شو عليك انت عم تبتزه، من ستر مسلما ستره الله يوم القيامه.
ترى انتوا اللي فضحتوه. انا بس نزلت سكرين شوت تافهه، السكرين شوت ما لها اي قيمه. ما اتوقع اذا هلا رحت عند صاحب الالماني ونزلت صورته وهو بسكر رح تفرق مع طيزه. انتوا المجتمع اولوياتكم مضروبه، فاذا كان في حدا غبي في هاي المعادله فهو انتوا، وانا استغلت غبائكم. انا بكل بساطه رنيت على سيف تليفون 40 دقيقه وقلت له اسمع، انت اذيت بنات انا بعرفهم نفسيا وما في داعي نلف وندور على الموضوع، انت بتعرف عنها ايش بالضبط انا عم بحكي، وبدي اياك تدوق نفسيا الاذى اللي انت عملتهم اياه. وانا استعملت غباء المجتمع بهيك سكرين شوت تافهه لعشان اخليك تحس بهذا الاذى النفسي اللي انت عملته بالبنات، وفعلا سويته. بدكم تلوموني انتوا اغبياء؟ ما تلوموني، ولوموا حالكم. انتوا عملتوا من حبه قبه، انتوا اولياتكم مضروبه. من اول السنه جرائم الشرف بتزداد، ما عملتوا عليها بلبله ولا حكيتوا عنها اشي. بتنزل على السوق بطاله، فقر، انهدام البنيه التحتيه، ما عملتوا بلبله على الموضوع. وجايين عندي عشان نزلت سكرين شوت تافهه ما لها اي قيمه استعملتها ضد اولوياتكم كمجتمع او متخلف وعملتوا عليها بلبله وجايين تحاسبوني عليها. فاذا هون سند قلت لكم الحس الانثوي عنده تحرك وحب ينتقم انتقاما للبنت من قصي، فحب هو يذوق الشعور انه انت شو بتحس هذا الاحساس وشعر بهذا الشعور، وحرفيا الخطه نجحت. لانه احنا الشعب العربي بدنا كلمه بنحكي فيها مثل ما يقولوا والخبر يطش وينتج، ما علينا، الله يدبر خلاف والله يولعها ببنزين، واللهم اضرب الظالمين بالظالمين واخرجنا منهم سالمين. شوفوا حبايب القلب، والله انا كل هذا السواليف اللي سولفتها مع كل الحب والاحترام لكم، طبعا ما في شخص بيناتكم، ما بكرهكم، بحبكم، بعزكم، الله يوفقكم، سنود بنمتشك شبيورم والله. يعني بصراحه سند انت لازم يبنوا لك تمثال، بعد ما يبنوا التمثال يهدوه ويحرقوا المكان اللي بنوا فيه من كثر ما انت يعني مكانك كبير بالقلب بالروح. وبالمقابل يعني انا اذا بقول لكم في مشاهير في الاردن، ففي مشهور واحد بس يستحق المتابعه او اثنين، جو حطاب، يزن نوباني فقط، ما تبقى شطب عليه كنسل. لانه يا اخوان اللي انشهر في بداياته وهو برقص في العبدلي وبلسن على الاغاني، هذا مش محتوى، هذا كان بيعرض جماله ايام كان هو حليوه. لانه هذا الموضوع جدا مهم، وهذا الموضوع يا اخوان راح يساهم في تحسين الاقتصاد العالمي. وقصه الموضوع هذا بالذات حبيت احكي عنها لاني شفت في احد التعليقات الناس عم تدور على القصه بشكل كبير. يعني تخيلوا هاي القصه يا اخوان ممكن تاثر على السلام في اوكرانيا وروسيا، وممكن هاي القصه تعمر لي مدينه حمص المدمره اللي انا منها، وممكن هاي القصه يعني تحل الازمه في سوريا، واحتمال هاي القصه يا اخوان تلغي تاشيره الشنغن للعرب، تصير ندخل اوروبا هي قشر، عفوا بدون تاشيره قصدي. يعني القصه كثير مهمه ومؤثره صراحه، خاصه هذا الجيل. فانا ما حبيت احرمكم من الموضوع، حبيت اشرح لكم اياه واكون فاعل خير واسابر بالقصه يعني. وبقول لكم يعني ليال ما نعلق اثنين ببعض، بس للامانه يعني عمكم سند قصف جبهه واحد بشكل كثير رهيب. لما قال له انت بتزرق من ورا، قال له انت هذا اسمع. انت قاعد بتسولف مع الناس فوقي، مين انت؟ لا اصل ولا فصل ولا يعني عشيرتك قاعد تسب عليها. شو طيب مش انت يعني المفروض انا هلا احس بالعار، احس بالخجل؟ لا سند، انت عادي بتزرق من ورا ما بتحس بالخجل يعني. ما زي ما امك زرقت عشان تجيب خلقتك عادي. سوري بصراحه يعني انا رايت قصف جبهات، لكن مثل قصف الجبهات ما لقيت. من بعد هذا الفيديو يا اخوان انا ببصم لكم بالعشره انه سند مش راح يخش الاردن، مش راح تشوفوا وجوه في الاردن، وبعد فتره راح نشوف سند متحول وطالب لجوء في اوروبا وقاعد في اوروبا. وهاي انا وهاي انتم مذكر بعض. طبعا انا هاي تخيلاتي هيك من الاشياء اللي قاعد بتخيلها قدامي، لاني انا احس انه سند يسير على خطى ساهر منذر. بتوقع انه ساهر منذر هو قدوه سند. ما بعرف اذا قلت انا انس خلال الحديث فسامحوني يعني، لانه هو وانس بيشبهوا بعض ما في مشكله. المهم لا تنسى تشترك في القناه وتفعل زر الجرس، لا تنسى تعمل لايك، الله يسعد بقلبه وفي دير قلبكم. في الديسكربشن مرابط مواقع التواصل الاجتماعي، تحب يتابعني فقط ما يتواصل معي، ما حدا يتواصل معي، بديش اتواصل مع حدا، تابعني فقط يتابع. تحياتي للجميع في دير قلبكم، احنا عالم بالعالم. كان معكم اخوكم بالله خلدون الحوراني من قلب الولايات المتحده الامريكيه، بس لا تحكوا لحدا انه وصلت لهناك. واحييكم.